صباح الفل عليكي حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير. يوم جميل سعيد عليكم ان شاء الله. شايفين بقى الجمال ده اللي احنا فيه بقى؟ النهاردة هنعمل احلى بسكوت ممكن تعمليه، بسكوت اليانسون بطريقة مختلفة عن اللي عملتها معاكم قبل كده، اللي هي بقى بتدخليها الفرن وبتقطعيه وبترجعي تعمليه شرايح وتدخليه تاني على الجنبين، موال صراحة. فالنهاردة دي طريقة مختصرة جميلة جدا، زي ما انت شايفة، جميل ومفرول وفي نفس الوقت بسكوتة ناعمة وبتدوب في الشاي، وحاجة كده فاخر من الاخر. يلا بينا بقى، هاتي البولة بتاعتك والبسي كده الجلافز بقى، الجوانتي بتاعك الجميل ده، ويلا بينا نشوف المكونات. مكوناته بسيطة في كل بيت، لو عندك بيضتين بس وكوبايتين دقيق هتقدري تعمليه، ومعلقة ينسون مطحون زي ما انت شايفة كده، معلقة ينسون مطحون كبيرة على حسب، لو انت عايزة تزودي شوية زودي، والبيضتين ومعلقتين لبن نيدو ومعلقة زبادي. وانا ما كانش عندي زبادي، طب اعمل ايه؟ اسكت؟ انتوا عارفاني ما بسكتش. لا، جبت معلقة لبن كبيرة وحطيت عليها نقطة خل، قلب الزبادي على طول، وباكو كيك شيف وباكو فانيليا، وطبعا كوبايتين ونص دقيق. والدقيق زي ما انا يعني قايله معاكم في كل الوصفات اللي بعملها، سواء بسكوت او معجنات او اي حاجه زي كده، ان الدقيق على حسب الدقيق بتاعك. ممكن دقيق مثلا نستخدم كوبايتين ونص، ممكن انت تستخدمي 3 على حسب الوصفه ما تلم معاكي، لان كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. وطبعا هتحطي كوبايه الا ربع زيت، وطبعا لازم يبقى زيت نوع نضيف لانه بيبان جدا في البسكوت بتاعك، فيا ريت يبقى زيت ذره او زيت عباد الشمس، حاجه نظيفه يعني كده عشان ما تبوظلكيش الوصفه بتاعتك. البوله بتاعتك بقى، وانزلي بالزبادي على البيض زي ما انت شايفه كده، على الفانيليا اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وحطي رشه ملح. طبعا رشه الملح دي سنه كده في اي معجنات او اي حاجه فيها دقيق بتعمليها. لو وصلتي لهنا معايا في الفيديو يبقى الفيديو عجبك، ما تنسيش تحطي الشير، تعملي الشير واللايك، اوعي تنسي اللايك، لان زي ما انت عارفه اللايك بتاعك بيدعمني وبيرفع الفيديو. وتكتبي لي انت بتشاهديني من انهي بلد. يلا بينا بقى نكمل كده. نحط هنا حوالي كوبايه الا ربع من الزيت. انا بوريكي يعني المكاييل المعياريه اللي عندي، دي نص كوبايه، فبزود لها كمان ربع كوبايه. تمام كده. عايزه تقللي الزيت شويه مفيش اي مشاكل، بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. وهنبدا ان احنا نقلب كل المكونات لغايه ما تبقى كريمي معانا. وطبعا ما تنسيش السكر بتحطي كوبايه الا ربع، او يعني ممكن نص كوبايه برضو، عشان ايه؟ ما يفرش معاكي وما يطلعش معاكي طعمه ايه، مسكر قوي، عشان تشربيه بقى مع كوبايه النسكافيه او كوبايه الشاي بلبن الحليب بتاعت الصبح، دي الاساسيه بتاعتنا، بتبقى جميله جدا. وبرده يا جماعه كل فيديو اقول لكم المكاييل المعياريه دي مهمه جدا ورخيصه ومهمه في كل بيت، لان بتسهل لك يعني ان انت تعايري المقادير بتاعتك بطريقه سهله. زي ما انت شايفه كده، هبدا بقى ان انا اضرب المكونات بتاعتي لغايه ما تبقى كريميه كده، اخفي كل المكونات في بعضها اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. طبعا البسكوت والكيك والحاجات دي بتبقى مهمه صراحه جدا، لان انت بتصحي الصبح بتبقي محتاره، طب هعمل ايه؟ طب ساعات الاولاد بقى بيزهقوا من السندوتشات، بيبقوا عايزين ما لهمش نفس الصبح كده، عايزين ياخدوا حاجه بسيطه. وانا عن نفسي والله ما بحبش الصبح صراحه الفطار، بحب اشرب مثلا المشروب بتاعي جنب بسكوته جنب قطعه كيك، فيعني مهمه جدا الحاجات دي في البيت. هننزل بقى بعد ما ضربنا كل المكونات اللي انت شايفاها دي على بعض، هننزل بقى بكوبايتين ونص من الدقيق. طبعا يعني الدقيق تكوني واثقه فيه وتكوني نخلاه، انا نخلاه هنا وحطاه في الكيس ده. هنا دقيق الضحى طبعا من اجود انواع الدقيق، وبرده ممكن تجيبي دقيق من العطار تكوني انت واثقه فيه، يكون لجميع الاستخدامات، بيبقى حلو جدا معاكي. هننزل عليهم بقى بالكيك شيف او البيكنج باودر اهو كده بالشكل اللي انت شايفاه. وطبعا عشان البسكوت يطلع ريحته حلوه جدا معاكي، يا ريت يا ريت يعني معلش هتعبك شويه ان ال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اليانسون تكوني محمصاه وتكوني طحناه، ما تحطوش حب كده عشان ما يقرش معاكي وانتي بتاكليه، يكون متحمص. الحاجه المتحمصه بتخرج الزيوت بتاعتها، فبتدي الطعم والريحه، بيبقوا جنان صراحه، بيبقى حاجه حلوه جدا. هنا انا حطيت فلقيت ان هو محتاج حبه دقيق كمان، هنزل بحبه دقيق كمان زي ما هتشوفي معايا كده. وهبدا بقى اشيل كده المضرب بتاعي، طبعا المضرب هيبقى تقيل مش هينفع. وهاتي بقى الاسباتيولا بتاعتك، او عايزه تعملي بايديكي، بس حقيقه انا بحب الاسباتيولا يعني، لان هو ايه يعني هو طري شويه فهيقعد يلزق في ايدينا. فانت هتشوفي دلوقتي اهو، خليكي معايا.
طبعًا البسكوتات والبيتي فور والحاجات دي مش بتبقى عايزة عجن، إحنا مش بنعمل قرص ولا بنعمل عيش، لأ بتبقى عايزة يا دوبك تلمّي بس المكونات مع بعضها، وتبدئي بقى تشكّلي بالشكل اللي هتشوفيه معايا ده، لكن ما تعجنيش يعني فاهماني؟ لإن أنتِ كل ما عجنتِ كل ما البسكوتة تطلع ناشفة معاكِ وتبقى مش حلوة. أنا هنا بُصّي باورّيها لِك إن هي أهي بتلزق حاجة بسيطة، فهانزّل عليها حوالي يعني 3، 4 معالق دقيق تاني زي ما قُلت لِك كل واحد والدقيق بتاعه. فأنا ما ينفعش أقول لِك مقدار ثابت للدقيق على حسب الوصفة وعلى حسب اللي أنتِ هتشوفيه. أهو أنا هنا نزّلت أهو بمعلقتين الدقيق وهابدأ إن أنا ألمّهم مع بعض، بس كده وهابدأ بقى إن أنا إيه، أشكّلها معاكِ. بُصّي، أنا باورّيكِ إن أنا عايزة العجينة بتاعتي تكون مش مشقّقة، أهو بُصّي باعمل فيها كده، ما بتشقّقش ولا بتفتّح معايا، هي دي كده تبقي أنتِ عاملة عجينة سليمة وعجينة حلوة جدًا وإيه، وإن شاء الله تطلع معاكِ وصفة ناجحة. جِبت بقى المفرش السيليكون دوّة، طبعًا المفرش السيليكون ده مهم جدًا وفي كل وصفة باعملها باقول لِك مهم جدًا، بيسهّل عليكِ أي حاجة خاصة بالعجن أو بالفرد أو بكلام من ده، أولًا في مقاسات، ثانيًا أمّا بتيجي مثلًا تفردي عليه الحاجة وتيجي تطلّعيها يا دوبك بس إيه تدّيها تانية من تحت كده مع المفرش، فبتبقى سهلة جدًا. أهو هنا بافرده بقى كده معاكِ وتحطّي رشّة من الدقيق عشان ما يلزقش في الفرادة اللي أنتِ بتفردي بيها. وتبدأي بقى تشكليه بأي طريقة أنتِ عايزاها، تشكليه بكوباية، تشكليه باللي هو المكبس بتاع البسكوت، تعمليه على إيدِك، تقطّعيه بالمسطرة بتاعتِك، أي حاجة، تدّي له كده رسمة بالشوكة كده، يعني التشكيل دي بتاعتِك أنتِ، حاجة جمالية، يعني كل واحدة تختلف عن التانية. أنا هنا بعد ما قطّعته دي هتشوفي معايا أنا قطّعته وخلاص وهاطلّعه وأحطه مدوّر كده، افتكرت المكبس بتاع البسكوت بتاعي، قُلت الله طب ما أنا أعمله بالمكبس برضه بيطلع شكله حلو، فقُمت إيه، قُمت لاغية العجينة دي وقُمت ملمّاها مع بعضها تاني، وقُمت عاملاه بالمكبس زي ما هتشوفي معايا. أهو بُصّي، قُمت إيه، أهو جايبة المكبس ده يا جماعة جميل جدًا وبيطلّع أشكال جميلة، وعايزة أقول لِك رخيص تقريبًا ده ب40 جنيه، ب50 جنيه، حاجة زي كده مش فاكرة صراحة، لكن عملي جدًا في كل أنواع البسكوت اللي بتعمليها، وهينفعك وكمان متين وطريقة استخدامه سهلة جدًا. أهو بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده كده، وما فيش، وبعد كده هاحطه بقى في الصينية اللي أنا وريتها لِك، وهارُش عليه رشة سمسم، رشة حبة البركة، ينسون مطحون، أي حاجة أنتِ عايزاها وتدخّليه الفرن. وبألف هنا وشفا عليكِ، بيطلع روعة، روعة، جرّبيه وما تنسيش بقى، لو وصلتِ معايا لغاية هنا بُصّي الأشكال جميلة إزاي، ما تنسيش الشير وما تنسيش اللايك، لإن ساعات ناس بتدخل تتفرّج على الفيديو وتنسى اللايك، لأ يا جماعة اللايك ده بيرفع لنا الفيديو، و وأنا باشكركم جدًا كل اللي منوّرين قناتي، باقول لكم أنتم على راسي، باحبكم في الله، ويا ريت بقى تجرّبي كل الوصفات كده، وأي حاجة عايزين أقدّمها لكم تاني يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات الجميلة المحفزة اللي بجد بتشجعني. أنا باحبكم جدًا، ويا رب التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.